تخيل معايا كده، انت ماشي في شارع مليان ناس وكل كلمة بتقولها لواحد صاحبك واقف جنبك ممكن اي حد حواليك يسمع بالضبط. ده اللي بيحصل معاك لما بتستخدم HTTP من غير اي حماية. وهنا بيجي دور ال HTTPS اللي بيحول الكلام بينك وبين السيرفر شفر. حتى لو اي حد اعترض الرسالة دي في النص مش هيعرف تفهم منها اي حاجة. ايه هو HTTPS هو طبقة حماية فوق ال HTTP اسمها SSL TLS. الطبقة دي بتضمن ثلاث حاجات أساسية في الريكوست بتاعك. رقم واحد، سرية البيانات، محدش يقدر يقرأ البيانات اللي بينك وبين السيرفر. تاني حاجة، سلامة البيانات، محدش يقدر يغير الداتا دي في الطريق. تالت حاجة، التحقق من هوية السيرفر، تتأكد انك انت بتكلم الموقع او الويب سايت الحقيقي مش نسخة مزيفة منه. قبل ما نشرح خطوات ال HTTPS في شوية مفاهيم لازم نتكلم عنها. أول واحد هو الانكريبشن، وتاني حاجة هي السيرتيفيكت اوثوريتي أو الجهات الموثوقة. يعني ايه انكريبشن أو بالعربي التشفير؟ التشفير ببساطة هو تحويل بيانات لرموز ما تتفهمش إلا بالمفتاح أو الكي. لو أنت معاك الكي هتفهم التفاصيل دي، هتعرف تحولها لداتا تعرف تقراها. لو مش معاك الكي عمرك ما هتعرف الداتا دي. عندنا نوعين من التشفير مهم جدا نفهمهم ونفهم الفرق ما بينهم. اول واحد هو السيمتريك نفس المفتاح اللي بنستخدمه نشفر هو بنستخدمه عشان نفك التشفير، وده سريع ومناسب في حالة البيانات الكبيرة. زي مثلا انا وانت عارفين المفتاح بتاع الخزنة دي، فاحنا الاثنين نعرف نفتح. التاني هو الاسيمتريك، والاسيمتريك اللي هو الغير متماسك. الكي اللي بنشفر بيه البيانات غير الكي اللي بنفك بيه التشفير ده. اللي بنشفر بيه اسمه البابليك كي، وده اي حد يقدر يمعك كي ده، ولكن البرايفت كي هو اللي بيفك التشفير دوت وحيد تقدر تعرف بيه. زي مثلا انت عندك صندوق بريد كل الناس معاها الكي اللي يعرفوا يحطوا فيه الجواب اللي جوه الصندوق، لكن انت بس اللي معاك الكي اللي تعرف تفتح بيه الصندوق تقرا الجوابات الموجوده. الميزه في الاسيمتريك ان فيه بابليك وبرايفت. البابليك كي ده عادي جدا تديه للناس كلها، اي حد هيعرف يستخدمه ويشفر. لكن البرايفت كي بيفضل عندك انت بس على السيرفر، محدش تاني بيشوفه. بالتالي اي حد من مستخدمين السيرفر بتاعك خد البابليك كي دوت، او مستخدمين السيستم بتاعك خد البابليك كي ده وعرف يستخدمه عشان يشفر، انت الوحيد اللي هتعرف تفك الشفره دي بالبرايفت. في الاتش تي تي بي اس احنا بنستخدم اسيمتريك والسيمتريك. الاسيمتريك بنستخدمه في البدايه وهنفهم ده بالتفصيل، بس بنستخدمه في البدايه علشان نستخدم public اي بي عشان الناس تنكريبت بيه وبعدين السيرفر يديكريبت وهكذا، وبالعكس. والسيمتريك بعد ما بنستخدم الاسيمتريك في الاول نستخدم السيمتريك بعد كده لما بتبقى البرايفت كيز هنا وهنا واحده، وده بيسرع نقل البيانات. هنعرف ده بالتفصيل كمان شويه، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن السيرتيفيكت. دي الجهه اللي بتجنريت السيرتيفيكت، ودي جهات موثوقه معروفه للبراوزر والأوبريتنج سيستم ومعروفه على مستوى الانترنت. هم مين؟ دي الجهات الوحيده اللي تعرف تعمل سيرتيفيكتس عشان السيرفر تستخدمها في ال HTTPS. السيرتيفيكت دي او السيرتيفيكت اثوريتي هم اللي بيساين الشهاده دي، والبراوزر بعد كده بيتحقق سيجنتشر عن طريق انه بيتكلم السيرتيفيكت اثوريتي دي. كل براوزر بيجي معاه ليست من السيرتيفيكت اثوريتيز، دي الحاجات الوحيده اللي تقدر تضمن لك ان السيرتيفيكت اللي انت جايبها من السيرفر مظبوط. مفيش حد تاني غير السيرتيفيكت اثوريتيز دي تقدر تفاليديت السيرتيفيكت. حاجه مهمه. طيب احنا غطينا تو كونسبتس مهمين قوي، الانكريبشن والسيرتيفيكت اثوريتي. تعال بقى نتكلم عن الهاند شيك في الاتش تي بي اس او تفاصيل الاتفاق ما بين البراوزر والسيرفر عشان خاطر يوصلوا لتواصل امن والداتا تبقى. اول حاجه البراوزر بيقول للسيرفر هالو، دوت بدايه التعامل ما بينهم. تمام قوي. السيرفر هيرد يقول له انا سيرفر سيرتيفايد وادي السيرتيفيكت بتاعتي. بيروح البراوزر بيتاكد من السيرتيفيكت دي عن طريق مين؟ زي ما قلنا عن طريق السيرتيفيكت اوثورتي. ياخد السيرتيفيكت ويروح يشوف السيرتيفيكت اوثورتي اللي السيرفر بيقول له ان هي اللي مطلعه الشهاده دي. بيتاكد من البيانات، بيتاكد من الانكريبشن، بيتاكد من التفاصيل المرتبطه، هل السيرتيفيكت دي لسه شغاله ولا لا، كانسل ولا لا. تمام. اتاكدنا ان السيرتيفيكت بتاعت السيرفر دي صح، البابليك اي بي اهو. دلوقتي بقى يجي دور تبادل البيانات نفسها. احنا اتفقنا ان الاسيمتريك بطيء لان بابليك برايفت
كيس مختلفين، وده ما ينفعش يستخدم في كل الداتا، ولكن بنستخدم السيمتريك في الداتا نفسها. بس الاسيمتريك بيجي في الاول علشان انا كبراوزر وانت كسيرفر نعرف يبقى عندنا برايفت كي واحد، والبرايفت كي ده ما عداش في النتورك ومحدش فينا اضطر يبعته بشكل بلين وحد في النص يقدر. وده بيحصل في الاول خالص البراوزر والسيرفر بيتبادلوا البابليك زي ما اتفقنا في الاسيمتريك. البابليك كي عادي جدا انك تديه لاي حد، لان اللي هينكريبت بيه محدش هيعرف يديكريبت الداتا دي غير اللي معاه البرايفت. وهنا متفقين ان تبادل البابليك كيز دي حاجه امنه ما فيهاش مشكله. فانا كبراوزر ابعت للسيرفر البابليك كي بتاعي والسيرفر هيبعت لي. طيب ازاي بقى نتبادل البرايفت كيز اللي هتفضل مستمره معانا في التواصل بعد كده؟ باخد البابليك كي بانكريبت بيه البرايفت كي بتاعي وبابعته لك، وانت كسيرفر تبعت لي البرايفت كي بتاعك انكريبتد بالبابليك كي. الداتا اللي جايه دلوقتي على النتورك ما حدش يعرف يكريبت، لان انا اللي معايا البرايفت كي اللي هيكريبت الداتا اللي انت عملت لها انكريبشن، وانت اللي معاك البرايفت كي، وهكذا. ومن اول هنا انا وانت عرفنا نتبادل، انا اقصد انا وانت براوزر وسيرفر، عرفنا نتبادل كيس هي معانا ما وصلناهاش على النتورك او ريكوست، هي دي الكيس اللي احنا هنستخدمها من هنا ورايح في السيمتريك. مش زي ما اتفقنا السيمتريك انكريبشن هيستخدم نفس البرايفت كي علشان خاطر نتبادل الداتا دي، وهنا هيبقى اسرع وكمان مناسب لاستخدامه في الداتا الكتير قوي اللي هتفضل رايحه جايه على ايه؟ على النتورك. ومن اول هنا كل الداتا راح اللي جايه هتكون انكريبت ومحدش تاني يقدر يشوفها او يعمل ديكريبت ليها. الكي اللي عمل له جنريشن كل براوزر سيرفر اسمه سيشن، وده سيمتري. تمام؟ هيستخدم السيشن كي ده بعد كده لكل البيانات. طيب السيشن كي دوت هيستخدم ازاي؟ تفاصيل الريكوست رايح جاي بتكون كالاتي: اي معلومه هيبعتها البراوزر زي كلمه سر او ريكوست عادي او داتا بيقطعها لحتت صغيره، وكل حته من دول بيبقى متشفره بالسيشن وبيتحط معاها تاج. التاج ده فايدته بيقول ان الداتا دي ما اتغيرتش، زي سيجنتشر كده مع الداتا. لما السيرفر بيجي له الريكوست ده بيعمل كل جزء يجي معاه تاج، فبيتاكد الاول الداتا ما اتغيرتش في الطريق، وبعدين بياخد الداتا دي ويعمل لها ديكريبت بالبرايفت كي او السيشن كي اللي احنا اتفقنا عليه في الاول خالص. فبقت الرساله مقفوله بالمفتاح تاج، وكمان ما اتغيرتش وانكريبت. ده كان عامل كونسيرن زمان اول ما بدا ال HTTPS، وكان في الحقيقه هو مأثر على البرفورمانس بتاع الريكوست او بتاع الانترنت بشكل. كانت بروتوكولات قديمه هاند شيك، وكان ال HTTP اصلا فيرجن قديم، فكانت الداتا بتاخد وقت كبير قوي عبال ما تخرج براوزر السيرفر وترجع بكل التفاصيل بتاعته هاند شيك والانكريبشن والانكريبشن. ده كان كونسيرن زمان مع HTTP 1 والالجوريزمز القديمه في الانكريبشن، ولكن مع HTTP 2 البيانات بقت تمشي ان باراليل بشكل اسرع بشكل مور افيشنت، وبالتالي ال HTTPS بقى احسن بكتير. غير الشغل اللي بيحصل دايما على الالجوريزمز اللي بتستخدم مع التطور الكبير ده في تكنولوجي و HTTPS بروتوكولز بقى سريع جدًا وما بقاش في أي concerns على الperformance بتاعه، وبقى أحيانًا أسرع من الHTTP بسبب الeffort اللي بيتبذل علشان خاطر النتورك دايمًا تفضل سيف. النتيجة لده إن HTTPS دلوقتي بقى نفس سرعة HTTP وما فيش أي concerns على الperformance. طيب أنت كdeveloper دورك إيه في فكرة أمان الويب سايت بتاعك واستخدام الHTTPS؟ دايمًا تتأكد إنك تستخدم أحدث version بس، عشان هي أسرع وأأمن. ولازم تتأكد الويب سايت بتاعك بيستخدم HTTPS مش HTTP، ويبقى في redirect دايمًا لأي حد بيطلب HTTP للHTTPS version. خلّي الcertificate بتاعتك دايمًا جديدة. استخدم مثلًا Let's Encrypt اللي بيجدد الcertificate بشكل تلقائي. شيل كل الحاجات القديمة عشان خاطر تتأكد إنك مستخدم أحدث حماية. في النهاية اتأكد إن الHTTPS ضرورة ما نقدرش نستغنى عنها في الإنترنت. تشفير، ثقة، كمان identity للسيرفر، كل ده بيأمن بياناتك من التجسس، بيثبت إنك أنت بتكلم الموقع الصح، بيمنع أي تعديل في الداتا في الطريق. من غيره الإنترنت مكان مفتوح لكل الهجمات وكل الهجمات. تشفير النهارده HTTPS زي ما بنقول مش رفاهية،
ده شرط أساسي لأي موقع أو أي خدمة أونلاين. في نهاية الفيديو، بعد ما عرفت HTTPS هو الحارس الشخصي واللي واقف بينك وبين أي هاكر عايز يتجسس أو يسرق البيانات في النص ما بين البراوزر والسيرفر. المرة الجاية تشوف علامة الإف اللي بتبقى جنب الURL، افتكر كل اللي بيحصل في الكواليس: السيرتيفيكت، تبادل الكيز، التشفير، التراست اللي بيتبني ما بين البراوزر والسيرفر. وفي آخر الفيديو حابب أشكرك جدا إنك كملت الفيديو ده. فهمت HTTPS هو ضرورة لا غنى عنها في الإنترنت. لو عجبك اشترك في القناة وتابع كل الفيديو. هنتكلم في الإنترنت تفاصيل أكتر في فيديوهات تانية HTTP DNS. روح اتفرج عليها علشان تكون فكرة ازاي 3 مكونين تشتغل مع بعض عشان تستخدم الإنترنت بالشكل اللي شكرًا. ما تنساش تشترك في القناة وتتابع كل جديد.